خطوة تاريخية تعكس الرؤية الملكية المتبصرة. أعطى جلالة الملك محمد السادس انطلاقة أشغال الخط السككي فائق السرعة القنيطرة مراكش، الذي سيمتد على طول 430 كيلومترا. هذا المشروع الضخم يجسد التزام المملكة بتعزيز منظومة النقل المستدام عبر توفير حلول تنقل جماعي منخفضة الكربون وتحسين الربط بين كبريات المدن المغربية. بفضل هذا الإنجاز ستتقلص المسافات الزمنية بشكل غير مسبوق، حيث ستصبح المسافة بين طنجة والرباط لا تتجاوز ساعة واحدة، وبين طنجة ومراكش 2 دقيقة فقط. ويمثل هذا الخط جزءا من برنامج استثماري طموح تتجاوز قيمته 76 مليار درهم، يشمل اقتناء 100 طن قطارا جديدا وتجديد أسطول القطارات الحالي، إلى جانب بناء محطات حديثة وصيانة العربات بمواصفات عالمية. كما يواكب المشروع تطلعات التنمية الحضرية من خلال تطوير شبكات النقل الجماعي في الدار البيضاء والرباط ومراكش، وخلق آلاف فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة، وتعزيز الكفاءات الوطنية في مجال التصنيع والصيانة السككية. بهذا الإنجاز تواصل المملكة المغربية تعزيز مكانتها كقطب ريادي في مجال النقل الحديث، وتؤكد التزامها الراسخ بخدمة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.